السلام عليكم. اليوم راه كانت خامس جلسة ديال الملف ديال الطيارة اللي طاحت نهار 20 غصن 2020. دابا خامس جلسة ويلاه اليوم خداو الهوية ديال المتهمين الأربعة، وهو واحد الفرنساوي اللي كان مدير ديال النادي، والكاتب العام والميكانيسيان وليد ميكانيسيان. بربعه بهم اللي دازوا اليوم في الجلسه. والملف مازال ما بداتش المناقشه. الملف اللي كان وهو غير الهويه ديالو، وهذا الملف راه تاجل لشهر 10 نهار 7 في شهر 10 ان شاء الله. والقضيه شعرتهم بالتهم اللي توجهت لهم بالقتل غير العامد وعدم مراعاة النظم والقوانين والتأمين ومجموعة ديال القوانين، التهم اللي توجهت لهم باش دارت المتابعة. وهما كينكروا شي، كيمسح في شي. الميكانيسيان كيقول لهم انا كنت كونجي. ليد ميكانيسيان اللي ما عندوش الحق اصلا يقيس في الطياره هو اللي كان كيقول لهم ديك الطياره هذا شكون اللي سمح لديك الطياره. وحنا طلبنا مهله باش نطعنوا في ديك شهاده الطيران، لان ديك شهاده الطيران اللي قاد التحقيق قال بانها غير صالحه. دابا حنا طاعنين فيها، وهذاك الملف الثاني اللي 12 محطه اللي وصل ليها اللي كيتحط فيها، كيطلع للاستئناف، كيرجع للابتدائي، يطلع للاستئناف، يرجع للابتدائي، كيمشي للرباط، كيرجع للقنيطره، يعاود يمشي للرباط ويرجع للقنيطره. ودابا داك الملف ضد مديريه الطيران المدني اللي صدرات ديك الشهاده اللي كانت السبب ديال ديك الطياره اللي كانت متهالكه، اللي تعطاتها ديك الشهاده غير قانونيه، اللي قال قاضي التحقيق غير صالحه. وحنا كنطعنوا فيها لان كانت تعطات مقابل رشوه، وعندي ما يثبت الرشوه اللي كانوا كياخذوا الناس ديال مديريه الطيران المدني. واحد الشخص ودابا هو اللي شاكيه به، هو والمدير القديم ديال مديريه الطيران المدني. وكاين مكتب التحقيقات اللي زور في التقرير ديالو هادو شاكيه بهم. ودابا استمعوا لهم كاملين. اخر واحد راه استمعوا ليه في الرباط اللي كان مدير الطيران المدني، وراه جابوا وعاود رجعوا الملف للقنيطره. دابا انا ولا داك الملف بحال الكره كيلعبوا بها ما بين الابتدائي والاستئناف وما بين الرباط وقنيطره. وانا في نهار الظرفيه ملي وقع هذا الشيء كتبت للرئاسه النيابه العامه، طلبت منها الاختصاص ديال هذا الملف. ما يمكنش غادي كل واحد كيقول لك ماشي الملف ديالي، الملف ماشي الاختصاص ديالي. طلبت منها الاختصاص، رئاسه النيابه العامه صيفطته الاختصاص للاستئناف للقنيطره. جاتني رساله من السيد الوكيل العام ديال القنيطره كيقول لي راه حنا صيفطناها للاختصاص الابتدائي. دابا الكره راه محطوطه عند السيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه، عنده القرار ديال رئاسه النيابه العامه اللي كيقول لك الاختصاص ديالو، والملف اللي رجع من الرباط كيقول لك الاختصاص ديال اللي خصو ينضم لهذا الملف اللي داز اليوم. دابا حنا اللي كنطالب وهو المتابعه ديال دوك الناس باش نطلبوهم باش ينضموا لهاد المجموعه اللي دارت، لانهم هما اللي صدروا ديك الشهاده. تاجلت نهار 7 في شهر 10 ان شاء الله. لصالحنا باش ينضم الملف الثاني. حنا غنطلبوا باش هذاك الملف ديال الناس اللي صدروا ديك الشهاده ودوك الناس اللي زوروا في التقرير باش ينضموا لهاد المجموعه اللي كدوز، هاد الربعه اللي كيدوزوا. الملف الاول راه كان عامين كان كيكونوا حفظ المسطره، وانا كنجري حتى تفتح عاد مشى للتحقيق. التحقيق جلس عامين، خدا وقته قاضي التحقيق خرج بنتيجه، وهو اللي صيفطهم للمحاكمه. المحاكمه العام اللي فات تقريبا عام. دابا دازت 5 الجلسات. في الاول كانوا كيتلاعبوا ما كيجيوش، كيقول لك ما توصلناش وكيطلبوا التاجيل. دابا راه حضروا كاملين، تعطات الهويه ديالهم
وحنايا اللي طلبنا حتى حنا طلبنا التاجيل ديال الملف باش ينضموا ليه الملف اللي ضد الناس ديال الوزاره اللي زوروا في التقرير ديال التحقيقات، واللي كانوا كياخذوا الرشوه ودلاو بنديك الشهاده. الكلمه الاخيره وهي كنطالب انا هذا الاختصاص. هذا الملف ديالي راه 12 محطه اللي كيمشي ليها ما بين الابتدائي والاستيناب، ما بين الرباط والقنيطره. ما فهمتش علاش كل واحد كيتهرب منه، كيقول لك ماشي اختصاص ديالي. مازال ما لقيناش واحد اللي غادي يبت في هذا الملف هذا. دابا هذه تقريبا راه حنا غادي نكملوا 5 سنين، وغير باش يديروا الاختصاص ديال من مازالين باش يبحثوا مع هاد الناس اللي ويصيفطوهم للمحاكمه 5 سنين. انا حياتي ما بقاتش عندي حياه، انا تحطمت، لا انا ولا ولادي. انا كنحس بيديا، ولدي مازال ما بين يديا بحال الا مازال ما دفنتوش، لانني انا يوميا في هذه المشاكل ما بين الرباط قنيطره الرباط، ما بين المحاكم وما بين البوليس. انا راه باغي غير نرتاح حتى لاين باش غادي ناخذ حق ولدي وحق ولدو، داك الولد اللي لحد الان ما كيشوفش حتى التصويره د باه، مازال مأثر لا هو ولا امه. حنا ما بقاتش عندنا حياه. الانسان اللي كيبقى 5 سنين ما بين المحاكم اش من حياه عنده؟